احكي عادي يا استاذ حزلقوم. ماشي. بص، هي الحكايه دي يعني انا واثق انها تعجبك لانها مشوقه ومسليه ومليانه احداث غريبه، وان شاء الله هتعجبك. بتحكي ايه؟ احكي وخلص. انت هتحكم كمان تعجبني ولا لا؟ يا عم مو بالراحه. جبكم انت مالك؟ اتنيلت مثلت، احنا اللي نحكم. استبر يا عم، استبر بقى. ضيفي النهارده في البرنامج قامة من القامات الكبيرة اللي اقتحم عالم الاقتصاد وأثبت نفسه وأصبح نموذج يحتذى به في وسط الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى جمهور في الدنيا، عاملين ايه؟ واهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة على قناتكم بعبع الروتين اليومي. النهارده يا جماعة جينا لكم فيديو يعني مش عارف اسميه ايه ولا اقول عليه ايه، مع احترامي ليها طبعا، مع احترامي لشخصيتها، مع احترامي لذاتها. انا كل اللي بعمله ان انا بنقد محتوى هي بتعمله. اللي فات حمادة واللي جاي حماده تاني خالص. يعني الفيديو 16 دقيقة بس، ال10 دقايق اللي هم في اول الفيديو مش هتكلم عليهم خالص، ما لهمش اي لازمه عندي، بس في لقطتين كده هنتكلم عليهم فيها برضه. بس الفيديو ب 16 دقيقه ده كله، ال10 دقايق كوم والخمس 6 دقايق الاخره كوم تاني خالص. ده بقى اللي فيهم البهاريز يا اسطى. يعني هي اول 10 دقايق انت بتتفرج عشان خاطر تستنى اخر 5 دقايق في الفيديو اللي فيهم البهاريز كلها. واهم حاجه يا صاحبي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل اشتراك في القناه، تعمل شير للفيديو في كل مكان، وتعرف اصحابك، تعرف الدنيا كلها، عشان خاطر مش هنكبر الا بيك ولا هنعلى الا بيك. وبشكر كل الناس. يعني انا عندي يعني الحمد لله القناه بدات تظهر بسببكم، بدات رنكها يعلى الحمد لله. في مشاهدين دائمون عندي في القناه، يعني بحب اشكرهم جدا. بحب اشكر كل واحد بيعمل لايك للفيديو، وبحب اشكر برضو كل واحد بينتقد. بحب اشكر برضو اي حد، يعني سواء انتقدت انت بتفيدني، سواء شكرتني انت بتدعمني، وعامه في كلتا الحالتين انتوا على راسي من فوق، لان اي حد قابل للنقد. يلا بينا يا صاحبي نشوف فيديو النهارده اللي هنتكلم عليه. ماشي، اللايك والاشتراك في القناه واستنوا مني كل جديد. المفروض الموضوع بيبقى فيه فكره. اللي انا اعرفه ان في فكره. ايه الفكره هنا بقى؟ يعني ايه الفكره هنا؟ الفكره هنا في بتعلموهم ازاي يلموا الغسيل. يعني هي دي الفكره. ازاي؟ طبعا هي صدرت الكوره للكاميرا، وهي مصدره الكوره بتقول لك حط اللايك. هو ليه دايما 3/4 قنوات الروتين اليومي بيصدروها ويقول لك حط اللايك؟ يعني ايه الفكره في كده؟ ايه الفكره ان انت تقوم مصدره الكوره، وبعد ما بتصدر الكوره بتقولي حط اللايك؟ يعني المفروض بقى احنا كلنا بقى كده نحط بقى. ماشي حطوا اللايك، حطوا اللايك يا اسطى. كله هري، ده كله ملوش اي لازمه، ده كله ملوش اي صنف اللازمه. هنجري لان ده كله في الفاضي ملوش صنف اللازمه. طوبة جاية غشيمة السنة دي. هوبا. شفتوا الغطس اللي انا خدته؟ زتونة عمر يا معلم، ارمي الولاية دي في الزبالة. جدعان عيب يا جدعان، اسيب الدين واكفر يا جدعان، عيب يا جدعان. شفت الغطس يا صاحبي؟ هي بتعلمكم ازاي هي بتغطس، بس هي بقى ايه يعني؟ هي غطستها كده يعني. مع احترامي ليكي طبعا، انا والله العظيم مع احترامي ليكي. وانت سافل قاعد فرحان بهرموناتك، وهم قصدهم حاجه تانية خالص، مكسوف من نفسك. ها بجد؟ وانت سافل كده وقاعد تتفرج؟ اتفرجوا، صفوا النيه. احنا مش سفله، انتوا اللي سفله داخلين تتفرجوا على حاجات سيكو سيكو، لكن احنا لا، عبد الله صفوا النيه. طب طالما انت نيتك مش في حاجه تانية، ليه فكرت ان هي في حاجه تانية؟ ها يعني بتداروا على حاجه انتوا مفتوحين فيها، ان انتوا اصلا نيتكم وسخه من الاول. يلا اقلع عشان ما تاخدش وقت، اقلع عشان ما تاخدش وقت. طبعا هي دلوقتي خلعت الجاكيت، فهي دلوقتي راحت شغلت الشفاط. يا لهوي على الشفاط. يا ريتني كنت انا يا اخي، والله العظيم. كلنا فداك يا ريس، والله يا ريت كنت انا. يا لهوي على الشفاط. طب سؤال هنا بقى، انا اسف لحضرتك يعني، هو انت مش كان ممكن ان انت مثلا تقولي انا هشغل الشفاط، وبدل ما تعملي الحركه دي ممكن تعدي الجهاز ده وتقومي حاطه الفيشه كده، او مش شرط ان انت تصوري نفسك بالموقع ده عشان خاطر تورينا ان انت بتشغلي الشفاط؟ ما احنا كده ما شفناش الشفاط، احنا شفنا اللي بيشفط الشفاط. يعني احنا شفنا الكوره اللي بتشفط الشفاط. في شفاط كده ببوس كده، فاحنا هنا ما شفناش. يعني كان ممكن تحذف اللقطه، كان ممكن ما تجيبيش الوضع ده، كان ممكن اصل الوضع ده يعني مش حلو.
بالله عليك بقى يا صاحبي ركز لي في النقطة دي قوي. اللي فات كله هرجع واقولها تالت مرة، اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. ركز لي بقى في اللي هي بتعمله ده بقى، وبالله عليك انت كمشاهد او كمتفرج قول لي انا صح ولا غلط. اكتب لي في التعليقات قول لي انا صح ولا غلط. يعني انت شايف ان هي كده ما بتعملش ايحاء، ولا بتعمل ان هي مثلا بتحك الكورتين، ولا ان هي مثلا بتدعك في الكورتين ولا كذا، وتبص لك كده والحركات ورد الفعل وكل حاجه كل حاجه صعبه. ركز لي بقى في النبي بالله عليك، ركز معايا. يمكن انا اللي نيتي وسخه بقى، وانا اللي ضميري مش صافي، انا ما اعرفش. يا لهوي يا على مهلك على مهلك على مهلك بالراحه. انا عارف زودت لك الاوزان، فالاوزان بتتقل على الاوزان، فالوزن لما بيجي على الوزن بيقوم ضاغط على الوزن، انت فاهم؟ على مهلك على مهلك على مهلك. يا ريتني كنت الحديده دي، والله يا ريتني كنت انا الحديده. انا هقول لك حاجه تصدق وتؤمن بيه، يا ريتني كنت انا يا اخي، والله العظيم كلنا فداك يا ريس. والله يا ريتني كنت انا. دي الزاويه الثانيه، الزاويه الثانيه امر من الزاويه الاولى. يعني انا مش عارف ازاي دي الزاويه الثانيه. يعني انت يعني اشمعنى دي اللعبه الوحيده اللي جبتها من زاويتين؟ اشمعنى؟ يعني اشمعنى دي اللعبه الوحيده اللي حضرتك جبتيها من زاويتين؟ يعني انت جبتيها من زاويه اولى وجبتها من زاويه ثانيه، ليه بقى؟ عشان خاطر تبين للمشاهد الزاويه، صح؟ ماشي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا انت والله ما يتزهق منك، انت والله ما يتزهق منك ابدا. النص دقيقه ديت او ال30 40 ثانيه او الدقيقه دي بس لوحدها كفيله ان انت ما يتزهقش منك، وان انت يتعمل لك لايك، وان انت قناتك تكبر، وان انت تتشهري وتعدي. على فكره انا مش بقول لك اقفلي قناتك، ولا بقول لك ان انت محتواكي سيء للغايه يعني، وده حاجه طبيعيه يعني. انا بقول لك ممكن ما تجيبيش اللقطات دي، او عايزه تجيبيها يعني ما تاخدش ثانيه ان انت تجيبيها، عشان ما تديش ايحاء للمشاهد ان هو خلاص كده بيتفرج على حاجه انت قصدي تعملي له حاجه عشان خاطر هو يتفرج عليها، عشان خاطر هو يدخل يشوفها فيبرزها. الموضوع حلو وجميل، حلو وجميل يعني هي بالنسبه لها كده، يعني هي بالنسبه لها كده الموضوع حلو وجميل. ممكن مثلا مفيش دعك مثلا، فهي بالنسبه لها كده في هنا دعك، فالموضوع حلو وجميل بالنسبه لها يعني، وبحسسها بالمتعه يعني. ممكن يعني هي الرياضه عامه حلوه، يعني الرياضه حلوه، وبالذات في اللعبه دي. يعني اللعبه ديت الرياضه حلوه فيها. لا البنت خبره بصراحه، يعني خبره، وشوفوا قاعده ازاي. القعده دي مش قعده اول دخله ابدا. طبعا هي هنا بتعمل تمارين البطن ماشي، ما فيهاش مشكله، بس في حاجه غريبه جدا انا واخد بالي منها، وانت كمان اوعى تكون يا صاحبي نيتك زي نيتي وانت واخد بالك من الفرق ده. في فرق كده اوعى تكون انت خدت بالك منه. يعني انا عايزك تركز لي مع الكرسي ومع بوز الكرسي ومع ان هي زاويه الكاميرا اللي ظابطه الوضعين مع بعض، اللي هي وهي بتلعب هنا وظهرها من ناحيه المرايه. يعني هي دلوقتي روبي الثانيه، هي لسه طالعه من الجيم حالا، لسه ما قلعتش هدومها، واحنا بنقول لها الحمد لله على السلامه، نورتي بيتك. وفين جوزك بقى؟ الراجل اللي يسيبك تخرجي وتنزلي وتطلعي وتكلمي ده وتهزري مع ده وتروحي وتيجي وتقولي ده صاحبي وده اخويا وده وده وده، امسكي فيه، عشان الراجل العرس رزق اهو. الله فعلا اهو يا ولد. والجلاليب والدفايات بتضرب لوحدها او شايفين؟ شفنا شويه ده نازل خالص زي ما انتم شايفين. شفنا والله، شفنا وكله كده. هقول يعني نقطة صغيرة، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واحنا بنذكر واحنا هنفضل نتكلم، وانا مش هبطل. قناة لو اتقفلت هفتح قناة تانية، قناة لو التانية لو اتقفلت هفتح قناة تالتة. انا مصمم على فكرتي، ومصمم على الحاجة اللي في دماغي، ومصمم ان انا مشيت في سكة مش هنفض ليها، ولا ان انا هرجع في كلامي تاني. انا بقدم محتوى نقد
لمواقف وسيدات مصريه ما ينفعش اصلا هم يطلعوا بالصوره دي ولا بالمنظر ده. طب انت بتلعب رياضه عادي ماشي اوكي، العب رياضه مفيش اي مشكله، بس مش بالطريقه دي، مش بالطريقه دي. تصدقي بالله انت لو بني ادم عاديه مش ليكي قناه على اليوتيوب ولا بتقدموا محتوى مش هنتقدك، حاول عادي لها جوزها يحاسبها. انما انت حضرتك حطيتي نفسك في موقع ان انت المفروض تنتقدي فيه. يعني انت دلوقتي فتحتي قناه زي ما انا دلوقتي قناتي اهي، لو حد دخل انتقدني في تعليق بتاعي اوكي عادي، لان انا محطوط في موقع ان انا انتقد عادي فيه، مش مشكله. استحملي بقى لما احنا ننقد، واحنا بننقد بكل ادب واحترام وما بنشتمش ومش بنسيء لحد. ما علينا ان احنا بنحط ايدينا على مش الشفاط طبعا، لا اوعى تفكر الشفاط ولا الكور ولا البلالين. احنا بنحط ايدينا على حاجه انت بتعمليها، بنقول لك ما ينفعش، بنقول لك ما يصحش، بنقول لك انت الست المصريه مش هي دي صورتها. لا احنا المغرب ولا تونس ولا الجزائر. احب اشكر كل اللي بيعمل لايك للفيديو، كل اللي بيساندنا، كل اللي بيتفرج على فيديوهاتنا، كل اللي بيدعمنا، كل اللي بيعمل شير للفيديوهات. احنا مش هنكبر الا بيك انت يا صاحبي، ولا وجهه نظرنا هتوصل الا بيك انت. واتبعنا في اللي جاي عشان خاطر اللي جاي شديد والجديد شديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.